بلقب السوبر المصري في هذا العام على انبي 2-1. طبعا الاهلي ما شاء الله ماشي بخطه جيده في البطوله حتى وقت هذا. لمسه بسنده منتهى الخطوره خطيره جدا، هوبا تصويبه جوه الجول. الهدف الاول هدف التقدم باقدام محمد ناجي جده. على طول تصويبه جميله وسط حراسه وسرحان وتوهان وعدم التركيز من مدافع سانشاين. ادي الاعاده، ادي اللمسه، ادي التصويبه القويه بالقدم اليمنى بقدم اللاعب جده، يحطها حلوه جميله على شمال الحارس اوشيجي عشان الاهلي يسجل الهدف الاول وهدف للتقدم، وهدف مبكر جدا في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 18 من عمر المباراه. استلام من السيد حمدي، محاولة من السيد حمدي على الشمال تصل لاحمد قناوي، العرضيه حلوه جميله، هتاخد هوبا جول. الهدف الثاني، عملوها تاني وسجلوا الهدف الثاني. لسه بقول لكم مشاهدينا، لسه بقول لكم متابعينا، قادرين على تسجيل الهدف الثاني. والسيد حمدي عملها وسجل هدف ثاني. سيدي الناس اللي كان عاوز يفرح كل الناس النهارده فرحهم، النهارده سيد حمدي سجل الهدف الثاني وهدف التعزيز في المباراه في الدقيقه كام؟ ده في الدقيقه 30 من زمن الشوط الاول. الاهلي متقدم، الاهلي متفوق، الاهلي في العلالي، العملاق الافريقي، نادي القرن بكل ما تحمله الكلمه، متقدم متفوق. وحتى الان الاهلي المصري باقل مجهود، باقل مهارات، باقل فنيات. هجمه على الشمال تصل ناحيه اللاعب بداي اوجو، عيني عليك برده يا فتحي. هجمه ومره ثانيه خطيره، تصويبه حلوه، الهدف تصويبه جميله وهدف جميل بالقدم اليمنى بقدم اللاعب الثمن، اللاعب الكاميروني حطها جميله جدا في التسعينه في المقص الشمال في ارتفاع وفي زاويه صعبه جدا جدا على شريف اكرامي، اللاعب الثمن، اللاعب الكاميروني اللي اتكلمت عنه. قلت لكم هو اخطر لاعب موجود مع فريق سانشاين ومع اللاعب ازوكا، بمهاره، باستلام، بدوران، بتصويبه، يحطها فين؟ في عش دبابير. واحد فريق سانشاين، اثنين النادي الاهلي. حطها جميله وسط حراسه من لاعبي النادي الاهلي. ادي الاعاده، ادي التعاون بين اللاعب اوجو مع اللاعب الثامن، استلام بدوران بتصويبه حلوه قوي، تصويبه حلوه قوي في مكان صعب. واحد سانشاين، اثنين النادي الاهلي. تحرك كتير ممتاز، عاوز يعدي، عدى وفوت مره ثانيه، وائل جمعه والالتحام، وعلى طول ضربه جزاء، وعلى طول الحكم الجنوب افريقي دانيال بنت بيدي ضربه جزاء لفريق سانشاين في الدقيقه 26 من زمن الشوط الثاني. ضربه جزاء لسانشاين، في تحرك طولي والتحام كان موجود وسقوط كان موجود من اللاعب ابراهيم اجاني. على طول محمد نجيب والالتحام وسقوط للاعب ابراهيم اجاني، والحكم بيدي ضربه جزاء. يعني محمد نجيب اعتقد هو ما لمسوش، ما قربش منه، ولكن الحكم الجنوب افريقي بيدي ضربه جزاء للسانشاين نيجيري في لقاء اليوم. ضربه جزاء، هيلعب الضربه اللاعب كومبو رقم 27 المهاجم. لا والله سابها، ممكن يلعبها اللاعب الكاميروني اللاعب الثامن، هو ممكن يلعب ضربه جزاء. ضربه جزاء هيلعبها مين؟ هنشوف هيلعبها مين. ضربه جزاء للفريق سانشاين نيجيري. هذا هو شريف اكرامي حارس مرمى الاهلي، وادي طبعا اللاعب اولو رونداري هو اللي هيلعب الركله، على طول اولو رونداري وشريف اكرامي، وضربه جزاء للسانشاين على طول اولو رونداري هوبا، والهدف الثاني وهدف للتعادل للسانشاين
بقدم اللاعب اولو رونداري في الدقيقة 28 من زمن الشوط الثاني. 2-2 بعد ما كان سانشاين متأخر بهدفين مقابل ذهاب هنا في نيجيريا، هنا في مدينة جوبو أودي. عرضية على اليمين، استلم مرة ثانية، منتهى الخطورة، اللمسة خطيرة، تصويبة، أيوة كده، أيوة كده يا شباب، أيوة كده يا نجوم، جوه الجول. الهدف الثالث، هدف التقدم للنادي الاهلي. تصويبه وهجمه، متابعه وتصويبه حلوه بقدم مين؟ اعتقد بقدم اللاعب السعيد اللي اسمه عبد الله السعيد. تصويبه حلوه جميله من اللمسه الواحده قويه على طول، بلمسه جميله على طول الاعاده مره ثانيه، ادي التصويب مره ثانيه حلوه جميله، تصويبه حلوه جميله بقدم مين؟ ده جده، ده محمد ناجي جده، عاوز تهده جبنا له جده. هذا هو محمد جده بيسجل الهدف الثاني. ضربة حرة مباشرة من مكان خطير جدا، تصويبة حلوة جوه جول، هدف التعادل. تصويبة جميلة بالملي، بالمسطرة، بالمقاس، حطها في ارتفاع قاتل جدا وفي زاوية صعبة جدا في المقص الشمال على شمال شريف إكرامي. اللاعب أوساسكو النيجيري رقم 25 بيسجل هدف جميل في ارتفاع صعب جدا في زاوية الحيطة، ومجهود كبير من شريف إكرامي، ولكن قوية وسريعة إلى حد